السيدات والسادة المشاهدين، مساء الخير عليكم. الحياة تتشبه البحر، والناس ديالها تيشبهوا الأمواج البحر. وكيف أنه الناس ديالها مختلفين، كذلك البحر الأمواج ديالو مختلفة. ولكن في الحياة ومقالب الحياة تيمكن أن الموجة الواحدة ما تتبقاش تشبه نفسها وتتحول إلى تسونامي. كذلك الناس تيكونوا منسجمين وتيبانوا طبيعيين، ولكن تيبان واحد السيد في ظرف من الظروف فتيتحول إلى وحش. في هذه الحلقة اللي حنا تنتواجدوا فيها بالمدينة الوالدية، كان تيعيش هنا واحد الفرنسي كان لاباس عليه وتيتمتع بسمعة طيبة ومشهور جدا. هذا الفرنسي غادي ينتقل من الوالدية إلى مراكش باش يرتكب مذبحة. عندنا حلقة حاول فيها المجرم أنه يرتكب جرائم كثيرة ويهرب من العدالة. علاش وكيفاش غادي تعرفوها في هذه الحلقة اللي تتحمل عنوان لن تهرب أبدا. مراكش 4 أيام اللي بقات على نهاية 1984 ملي كانت الساعة كتشير لحوالي 9 الليل، ملي وقعت مأساة كبيرة. واحد البنت قطعت مسافة طويلة للوصول إلى أقرب كوميسارية من حي كيليز. ما سعفاش الطقس في شهر دوجنبير باش تلقى أي واحد في الطريق يعاونها. اش واقع بنتي ياك لاباس؟ ما هاد نصراني؟ ها؟ فين هادشي فين؟ كان واحد الظلام وكتكون ديك الازقه يعني خاويه لانه كاين واحد البرد، والناس عاده في البرد ملي كيطلع الظلم كيدخلوا ما تيبقاش واحد كثر الدوران وداك الشيء في الشوارع. ديري باش شويه وتهدئي وقولي لنا شنو واقع. جلس كيفاش هاد النصراني؟ هاد النصراني جا دق ولا جا هبط من السطاح ولا كي وقع بالضبط؟ كي وقع؟ عاودي لنا باش نفهموا. عاودي لنا باش نفهموا. باش كفيهم موس ولا باش؟ قتلوا قدامي عليها. قدامعين انت كنتي في حاضر؟ يضوي شويه يحاول يمشي ان شاء الله ما يكون فينا بلاصه بالضبط، فينا بلاصه الدم ديال خواتات كل حاول يضرب التنجيل. لا في اللحظه ديال الوقوع. حالة البنت أكدت للبوليس اللي كانوا بيرمانونس أنها جادة وأنهم أمام جريمة خطيرة، فتوجهوا معها لمسرح الجريمة بعد ما بلغوا محققي الشرطة الجنائية. جبرنا هذاك بيرك مايار اللي هو كان معروف بالتجارة في ملابس الجلدية، ميت في المدخل ديال الدار ديالو، بينما 2 البنات مغربيات حتى هما ميتين بواحد الصفة بشعة، واحد يعني ضرب فادح، جروح، الدم معمره كاع الحيوط ديال الدار وكذا. تم العثور على 3 الحاجات مهمين في داخل هذا المنزل. ان كانت واحد الطرف نتاع الثوب ابيض، يعني قطعه كيبان انه واحد القطعه مخوذه من واحد طرف كبير نتاع يزار، كان سميوه واحد اليزار في الابيض، وخدا واحد القطعه. هذيك القطعه نتاع الثوب تلقات يعني في المدخل نتاع الكراج من الباب. ثم تلقات واحد الحديده اللي هي كيعبروا عليها مطرق، الحديده يعني صحيحه، والعبار نتاع الطول ديالها كيتوافق مع العبار نتاع داك الثوب. فكنستنتجوا ان هذا الفاعل انه جاب هذيك لا مطرق داك الطرف الحديد وهي مغلفه
في ذاك الثوب الابيض. ثم في داخل الدار تلقات واحد الصفحه نتاع واحد الجريده انذاك، واحد لا ريفو اللي هي ديال باري ماتش، على ما اتذكر ربما كتحمل الرقم 36 نتاع واحد العدد قديم نتاع باري ماتش، ماشي نتاع داك النهار ولا سميتو، يعني واخده الشكل نتاع ذاك الجنويه تاع موس كبير. يعني يفهم ان ذاك الاداه ذاك الجنوي اللي تستعمل انه كان مغلف بواحد الورقه مخوضه من واحد لا ريفو نتاع باري ماتش. من جهه اخرى يعني اثناء هذوك التحريات والمعاينات لاحظت وجود واحد الصوره فهمتيني نتاع هذا الضحيه، هذا الالماني صاحب هذا المنزل، كاينه عنده في الدار صوره ديالو هو شخصيا مع الزوجه ديالو. اذن هذيك الصوره خديتها معايا ماشي. المحققين استطاعوا يجمعوا من البنت معلومات مهمه، كانت هي واختها اللي كبر منها، واختهم الكبيره اللي كتسير متجر واحد الالماني معروف في مراكش، كانوا معروضين عنده حتى سمعوا السرسار. كتقول بان هذاك السرسار نتاع باب الدار يعني راه ما يمكنش يعرفوا شي واحد اللي هو ما يعرفش هذا الاجنبي، لانه هذا السرسار كيتوجد في الجنب نتاع باب الكراج وداخل في قلب الحيط، وفوق منه واحد العدد نتاع الشجر والاوراق ديالو حيث ما تيبانش. قالت لك اودي هذاك السيد اللي قام بالقتل اجنبي، كان يتكلم باللغه الفرنسيه. كتقول لك اودي هذا الشخص يعني كيبان في عينيه، العينين ديالو من يدخل فاش قال لك سميتو ان عينيه خضرين والبشره ديالو ابيض، وكيلبس واحد جيكيتا نتاع الجلد قويه ولابس سروال، ولكن كتقول اودي هذا الشخص تيشبه ليا لواحد الشخص كان جا هذه مده للمتجر نتاع هذاك الضحيه الالماني ودخل عنده، وفي ديك المناسبه قال لها كنقدم لك مسيو جيجي إليتا والدية. ولات عند المحقق جمالي رئيس فرقة محاربة العصابات في هذاك الوقت جوج كلمات هما جيجي والوالدية. إليتا والدية دونك خصنا نبحثوا في الوالدية. جيجي يعني اللي صرحت بها لي أول مرة عند المدخل، أول مرة فاش التقيت بها تتقول جيجي اللي كنعرفوا هاد جيجي هو واحد صغير عن ديمينيتيف نتاع جاكي، ولكن من بعد بدات تتكلم يعني ربما بالتاثيرات بدات تقول جوجو الي جوجو انت والديه. دونك جوجو ثاني هو واحد الكلمات صغير نتاع جورج بالفرنسيه كانت صغيره كتولي جوجو. فمباشره طلبنا لانه الا كان هذا السيد الاسم ديالو سواء جاكي او جورج اذن غادي يكون اجنبي على حسب هذا خصنا نعرفوا هذا الشخص. فبسرعه بواحد يعني بواحد طريقه تم كذلك بالتعاون مع مصالح الدرك الملكي بالوالديه اللي تعطاتهم هذه المعلومات فهمتيني نتاعت هاد جورج. المحققين طلبوا من الدرك الملكي في الوالديه يشوفوا لهم الاجانب اللي عندهم اسم جورج، فلقاو جوج. مباشره توجهنا للوالديه، توجهنا مباشره للمكتب او الفرقه نتاع الدرك الملكي اللي كانت تم، بحيث استقبلنا واحد رئيس هذيك الفرقه اللي كنذكر الاسم ديالو حتى هو الاسم ديالو سي العموري.
اول حاجه عاود عطانا دوك الصور نتاع دوك جورج. شفنا فعلا هذاك الشيء لا يمكن ان هاد جوج الناس هاد جورج هادو قال لنا واحد ها هو يعني شفناه دوك نهضر واحد الراجل يعني الاوصاف ديالو لا تنطبق ولا يمكن ان يقوم انطلاقا من ديك البنيه ديالو بداك الشكل ديالو بدوك النظاظر ديالو انه يقوم بهذاك الفعل. تسولنا على جورج الاخر قالوا لنا يا ودي جورج الاخر ما موجودش هنا، موجود في الدار البيضاء في افوني مير سلطان، وحتى هو راه مشى لتم لانه عنده واحد الموعد مع شي طبيب باش يدير شي جراحيه شي عمليه جراحيه على العينين ديالو، لانه حتى هو تيعاني من واحد القله نتاع النظر، وبالتالي حتى هو كيدير هذوك النظاظر يعني كبار، يعني عنده واحد نقص كبير، وان حتى هو تاريخ الازدياد ديالو 1924 يعني واحد العمر متقدم انذاك في سنه 1985 وما يمكن ليش يدير. فكان اول حاجه يعني اتخاذ واحد القرار هال الاتجاه الى مدينه الدار البيضاء لإلقاء القبض وبدايه البحث مع هذا الشخص، او الاستمرار في البحث لاستغلال بعض العناصر تما على مستوى الوالديه. رجعوا لكم واش كاين شي حد اللي هنا من الوالديه، شي شخص اللي يمكن يكون راجل قديم هنايا وكيعرف الناس فقال لي ودي كاين واحد السيد قديم وكيعرف الناس يعني بواحد الشكل كبير. قلت له شكون هذا السيد؟ قال لي شخص هو اللي تيتكلف بديك الحراسه، سي ان ميتر ناجور. ففعلا طلبنا منه انه يستدعي لنا هذاك الشخص في ذاك الوقت في ديك 4 الصباح باش يمكن لينا نشوفوه. فعلا رسلوا لهذاك السيد اللي جا يعني بحال فاق من الناس يعني باش يجي نطلبوا منه بعض المعلومات. فقال لنا بعد ما وريته هذيك الصوره قلت له ودي هذا الشخص اللي كتشوف هنايا واش تعرفوا؟ لا في الاول يعني كان شويه بحال مدعوق بداك النعاس وداك الشيء ومفاجئ يعني في 4 الصباح انه تعيطوا باش يسالوه. قال لي ودي هذا الشخص مات. قلت له كيفاش مات؟ انا مع العلم بحال جيت من مدينه مراكش خليت هذا السيد اللي وقع عليه عاد توفى عاد قاتل، كيفاش هذا يعني جيت عنده في 4 الصباح كيقول لي هذا السيد مات. قلت له كيفاش مات؟ قال لي لا اسمح لي راه اخطات، راه هذيك السيده اللي حداه اللي هي الزوجه ديالو هي اللي توفات. هذاك السيد تنعرفو هذاك الالماني فعلا من الناس نتاع هنايا نتاع عنده واحد الفيلا هنايا في الوالديه وقديم وداك الشيء كنعرفو. هذه الزوجه اللي وريتيني ديالو راه كانت توفات في واحد الحادثه سير فهمتيني، كانت مات فيها دونك ماشي هو. فقلت له ودي واش هذا السيد عنده شي محل هنا؟ قال لك فعلا عنده واحد المحل واحد الفيلا ديالو كاينه هنا في الوالديه. قلت له يمكن لي توريها لي نمشي نشوفوها؟ قال لي طبعا سميتو. فانتقلنا الجميع هو وانا والناس اللي معايا مشينا معاه حتى لواحد الزنقه فكيقول لي ودي هذه هي الفيلا ديالو. كانت ديك الساعه تقريبا وصلت في الوقت واحد 5 الصباح 5 ونص 5 ونص 6 الصباح. حتى الفيلا ودي شكون العساس اللي مكلف فهذا الراجل؟ قال لك اودي راه كاين واحد العساس ها هو هنايا الجنب هذاك راه كيعرف هو اللي كيحظي هذا. فمشينا لعند هذاك العساس وقلنا ودي هذا الدار هذه نتاع سميتو هذا السيد هذا الالماني واش كاين شي حد اللي مكلف فيها بها؟ لانه راه ما كاين حد في الدار وكيبان ليا بانه ذاك الكازون نتاع الجاردان لانه تيبان من على برا انه مقصوص ومسقيه مزيان
والخيه يعني كتبان انه كاين شي شخص اللي مكلف بديك الدار. فقال لي طبعا هذاك العساس قال لي ودي راه هذا السيد هذا الالماني عنده واحد الصديق ديالو اللي سميتو جاكي. قلت مع راسي ما جاكي هذه السيده اللي صلحت لي في مدينه مراكش هاد اللي بقات حيه وكان ضحيه. قلت ودي هاد جاكي بون سي جيجي هي اللي كانت تقول في الاول يعني. دونك يعني كاين واحد التقارب فسميتو في هذا الاسم كاين واحد سميتو اللي كتجعلني نبقى متبع في هذه النقطه. فقلنا ودي نمشيو نشوفوا هذا السيد خاصه كانت هذيك شي 6:30 وصلت نتاع الصباح. فاذا بهذاك الحارس الليلي ديال السيارات سولنا عليه قال لك ما كاينش راه مسافر. فين مشى؟ قال لك ودي ما عرفت. هو قال لك خرج الصباح وقال غادي يمشي للرباط. واحد شويه على مقروبه قربنا للباب نتاعنا قال لك لا راه ها هو جاي يمكن راه تتبان لي راه السياره ديالو فين واقفه. بغينا خويا مولا دوتيل. دخلوا للفندق فلقاو مراته، طلبوا منها يشوفوه، قالت لهم مريض فاصروا باش يشوفوه. المؤشرات كلها كانت ضد جاكي وكتقول 90% هو المجرم. اذا كان الاحتمال الكبير كان هو ان المحققين يتصرفوا معاه بطريقه كلاسيكيه. ولكن في الواقع المحققين تصرفوا معاه بطريقه اخرى لان الظروف مختلفه بزاف. ملي دخلنا لهذا الفندق تبين لي بان يعني الشخص عنده واحد جوج الكلاب كذلك من واحد النوع نتاع البرجي المون، وعنده واحد العدد نتاع الاسلحه نتاع الصيد يعني موزعين في داخل هذاك المحل. كذلك واحد العدد نتاع القرطاس اللي كيتستعمل في هذوك نتاع الصيد، خاصة انه هو كيسير واحد المحمية ديال الصيد وهو اللي مسؤول عليها تما في محمية خاصة يعني كيسيرها في الوالدية. كان عندي نيت انا شخصيا واحد التخوف ان ربما هذا يكون عنده سلاح ولا شي حاجه من هذا النوع اللي يمكن يستعملوه بواحد الشكل يعني مفاجئ. فكان لابد من تتبع هذيك السيده ملي غادي تبغي تدخل معاه، ونكونوا كذلك على استعداد لاي طريق للدفاع عن النفس. الوقت اللي شرط لي بانه هو موافق باش ندخلوا عنده لهذيك الغرفه فاش ناعس. دخلت اول حاجه يعني كيبان لي يعني واحد الفراش فاش ناعس يعني في الوسط نتاع هذاك الغرفه ومغطي بواحد البطانيه ويديه ما كيبانوش. اولا كاحتياط يعني طلبت منه لاول مره لانه مخافه ان يكون مسلح من تحت هذيك البطانيه يمكن يواجهنا بشي سلاح ناري، خاصة هذو الصيد كيف قلت لك من قبل اللي عنده كيتوفر عليهم الكثرة. فخرج يديه فكنلاحظ واحد اليد ديالو واحد كنت واحد جروح اللي كيبان انها نتاع تظفار، انها هذاك الجروح نتاع يعني كاين شي عراك وانه تصاب في دوك. فاول حاجه طلبت منه قلت له ودي شنو هاد الجروح اللي عندك في يديك هنايا؟ قال لي ودي لا غير كنت في
في هذا المحل في هذه المحميه كان صاوب واحد شي حاجات الحديد وتجرحت بداك السلك، هو اللي دار لي هذاك الجرح تما. في نفس الوقت كنلاحظ يعني في عينيا ان ذاك الباب اللي دخلت منه في الخلف ديالو يعني في داخل الغرفه ان هذيك الجاكيطه اللي عطاتنا هذيك السيده في الوصف ديالها انها قهويه وديال الجلد تتبان ليا معلقه من جمله حوايج اخرين من ورا ذاك الباب، يعني بلا ما ندير الانتباه ديالو شفتها ولكن ما تحددتش عليه. هضرنا معاه منين جيتي قال لك من الرباط وكنت بايت في الرباط، فقال لي يعني علاش هاد الزياره وشنو اللي قلت له ودي على حسب مشينا لهذاك واحد الدار هنا كاينه واحد الفيلا نتاعت واحد الاجنبي واحد الالماني، وعلى حساب اللي تبين لنا من خلال المعلومات وداك الشيء انك انت مكلف بهذيك الدار يعني كتسقي والجرده مقاده وكذا. قال لي طبعا فعلا لانه صاحب هذيك الدار هذاك الالماني صديق ديالي وعطيني السوارت وانا اللي مكلف يعني في الغياب ديالو ملي تيكون في مدينه مراكش كندخل ليها وكنسقي وكان نكلف يعني الناس اللي كيقوموا بهذا العمل هذا. فقلت له ودي مادام اننا انا بغيت ندير واحد الزياره لهذاك المنزل ديال هذا الالماني هنا في الوالديه، وبحكم انك عندك سوارت ديالها بغيت ندير واحد الجوله في الداخل ديالها وتكون انت كذلك باعتبارك انت الحارس نتاع الدار هذه تكون حاضر معايا. فقال لي يعني واشنو وقع علاش غادي تبغي تشوف هذا الدار وكذا. قلت له ودي يعني من احتياطات باش ما يكونش واحد ردود فعل او شي حاجه اللي ترتب عليها شي سواء شي مخاطره كبيره. قلت له ودي لانه هذا الالماني اللي هو صديق ديالك راه تعرض لواحد السرقه في مدينه مراكش وكان تخوفوا كذلك ليكون هذاك السارق يعني دار واحد الجوله كذلك في هذا الدار اللي عنده في الوالديه وحتى هي تعرضت من الداخل لشي سرقه وكذا. فبطبيعه الحال مني تطرح يعني قال يمكن نرافق يعني كان نحس به انه ارتاح. فخرج معايا ومعايا المرافقين ديالي وصلنا للسياره وطلعنا ومشينا حتى للباب وقال لي يا ودي هذه هي الفيلا نتاع هذاك السيد الالماني اللي صديق ديالي وكذا. فمجرد انتهى من هذا الكلام معايا قال لي ودي تفضل طلع في السياره عاوتاني من جديد. فوصلنا عاود رجعنا للفندق اللي كيسير اللي هو الفندق ديالو هاد ليبوكامب. فبغى ينزل قلت له ودي اسمح لي غادي تمشي معنا لمدينه مراكش انه لابد يعني غادي ترافقنا. فقال لي طيب خديناه مباشره الى الى مفوضيه الجديده. فهناك طلبت من السيد رئيس المفوضيه اللي كان انذاك السي عروس انه يحتفظ فيه واحد المكتب بدون ان يتحدث مع اي شخص. رجعوا للوطيل باش يقلبوا على الادله بعد ما بعدوا المشتبه به على العالم ديالو الملغوم بالبنادق والرصاص والكلاب المدربه. خدينا هذيك الجاكيطه هي اول حاجه. ف الجاكيطه ما كيبانش اوليا ما كيبانش فيها شي حاجه. ف خرجناها على برا على ذاك البيت في الشمس وفي جهه الخياطه هنا فين كاينه يعني كتبان شي حاجه كتيبري مع الشمس يعني كتعطي واحد الضوء يعني بحال قلتي قشره الحوت ولا شي حاجه. ولكن هو يعني بعد التمعن كيبان دم اللي بقى
في الداخل، كاين في الداخل مع ديك الخياطه. فكيزيد هاد النقطه هذه نتاع وجود بعض البقع نتاع الدم يعني داخليه اللي ربما ما بانت ليش هو باش ما نطفاش مزيان كيبان هذاك الاثار نتاع الدم. فمني طلبنا من الزوجه ديالو كذلك باش تشوف لي داك الصباط فين كاين تقريبا اللي كان لابس اللي كان مسافر، فجابت هذاك الصباط. فنفس الشيء يعني واحد البحث دقيق في ذاك المكان الخياطه نتاع الجنب ما بين الجلد وداك السميره اللي كاينه في التحت، كتبان كذلك بعض الاثار نتاع الدم. الفندق كان كبير وهما قلال وما عندهمش الوقت، لهذا فالتفتيش السريع ما مكنهمش باش يلقاو الموس والادله الاخرى. ففعلا خديت هذوك الاشياء ورجعت التحقت به بمدينه الجديده وخديناه في السياره. كان انا ذاك الوقت وصلت واحد 5 العشيه هكاك، فسميت المؤاخ خديناه وقلتنا الطريق لمدينه مراكش. الضحيه اللي بقات حيه كانت كتسنى في الكوميساريه، والمشتبه به ما كانش عارف بلي المحققين موجدينها ليه باش يعرفوا واش غتعرف عليه ولا لا. ملي دخلوه كان الاثبات. نطقت بواحد الكلمه قالت اساسا والاغميه عنها. كان كنرشها بالماء داك الشيء عادي. هو في هذيك اللحظه بدا معاه التحقيق، ولات الادله قويه ضده. كانت المساله كتحتاج غير شويه د الوقت باش يتوقف التحقيق، حيت جاكي فقد الوعي. وهو يبين على انه تصاب بنوبه وسكت عن الكلام ورفض ان يجيبنا على اي سؤال. فكان لازم ينقلوه للمستشفى بسرعه. الحالة الصحية ديال هذا المريض المريض ديالنا راه عادية مستقرة، الضغط الدموي عادي، لا طونسيون نورمال، لا فريكونس كاردياك نورمال، ابارامون ما عندوش شي مشكل صحي 100%. شكرا دكتور. كاين مشكل. شوفوا الدراري هذا خينا هذا غادي تديروا عليه حراسة مجددة 24 ساعة على 24 ساعة، يعني كون ما تفلتش منه صافي. ما قال لي الطبيب ما عندناش شي وسيله باش نهضروا الانسان الا ما بغاش يهضر. في هذاك الوقت وكانت عندنا ضغوط، كاينه ضغوط ديال السفاره الفرنسيه، القنصليه الفرنسيه، ضغوط كثيره حرجاتنا. وحتى مراته النهار اللي جبناه ودار لنا موت حمار وديناه للسبيطار بغات تاكلنا ولينا غير كنديروا لها بحال هكا كنهدئوا فيها. Bonjour monsieur, ça va? Le professeur nous a dit que vous n'avez rien. Vous savez monsieur, le sang sur votre jaquette, c'est le sang des victimes. بعد ساعات طويله من الصمت تكلم، ولكن فاي علاقه ليه بقات لصديقه الالماني والمغربيات بجوج، وحكى لهم فين قضى يوم 26 دوج نبير من 6 العشيه حتى ل 6 ونص الصباح ديال الغد ليه. فاتي يقول لك اودي انا في ذاك النهارات يعني نض بكري في الصباح ومشيت للمدينه تاعت الدار البيضاء، الوالديه للدار البيضاء. توقفت في الدار البيضاء لانه كيقول له ودي انا كنت هو غادي للرباط لانه عنده بعض الاوراق اللي خصو يوجدها نتاع ديك المحميه الصيد اللي عنده تقريبا مع ديك 12. مشى زار شي اصدقاء نتاع شي اجانب كذلك اللي عندهم واحد المتجر معروف في مدينه الدار البيضاء وعرضوا عليه الغداء
تغدى عندهم، من بعد خرج من عندهم تقريبا في ديك 4 نتاع العشيه يقول، وبقى كيدور في الدار البيضاء، كيدور كيقلب على شي هديه بغى يشريها للزوجه ديالو بالمناسبه كذلك نتاع اعياد السنه الجديده، الى غايه 6 العشيه مدينه الدار البيضاء عاد كيقول اودي قبضت الطريق للرباط. كيقول وصلت للرباط لواحد اللوطيل تقريبا مع ديك 10 الليل. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Votre passeport, s'il vous plaît. Oui. C'est la carte nationale. Hein. Ok. D'accord. Le numéro de chambre 28, premier étage. 28 première Allez-y. étage, ok. Bonne nuit, Merci. monsieur. Bonsoir. Bonsoir. وطلعت يعني ما استغرقتش بزاف وزدت خرجت من داك الوطيل ما بتش فيه. ما ودي وعلاش ما بتيش؟ قال لك لان داك الوطيل كان عارفه مزيان من قبل، ولكن هذه المره ملي مشيت له لقيت يعني بعض الحشرات شويه كذا، فمني دخلت ولقيت الغرفه هكاك واخا خلصتها عاود نزلت ومشيت في حالاتي انصرفت. من جملة الأسئلة كذلك اللي توجهت ليه باش نعرفوا بالضبط يعني داك التوقيت، لأنه مني تيقول هو في الرباط وصل ليه لذاك الفندق في 10 الليل، حنا عندنا أن الجريمة اللي وقعت في مراكش يعني وقعت تقريبا في 7 العشية، يعني فما يمكنش فهمتيني يكون هو ديك الساعه لا في الرباط ولا حتى في الطريق نتاع الرباط. حاول يجبد الوقت بين الدار البيضاء والرباط باش يقنع المحققين انه مستحيل يكون في مراكش في وقت الجريمه، ولكن عرفوا بلي كيكذب، فرجع ودار عاوتاني الاضراب على الطعام ودار راسو مريض. قلت له ودي راه هادشي دابا اللي كتقول ما عندوش واحد ما منطقيش وما نقدرش نثيق به. ما نثيق فيش لانه انا كنجي عندك فاطر وكنجيو في واحد الشكل مرتاح وانت يا ما مرتاحش ما كتاكلش، يعني ما عنديش واحد الثقه في ذاك الكلام اللي تتقول، يعني وكان كنتي انت واكل وفي واحد سميتو تيمكن اننا نستوعب ذاك الكلام ديالك، ربما يكون عنده واحد سميتو انا كيبان لي بحال ان واحد النوع نتاع ما عنده حتى، كنفضل انا باش تاكل باش نكونوا على واحد مساواة، على قدام المساواة، انت كتجاوب وحنا كنسولو وتكون عندنا واحد نرتاحوا لذاك الكلام ديالك. فقال لي ودي ناكل، فكلا ما بقاش ممتنع، كلا واحد بدا يتناول. ففضلنا كان في ذاك النهارات فاش بدات الماكله جبناه المصلحه السيد يعني في صيحه جيده ما كانش عارف، في المصلحه أعيد هذا السيناريو تعاود معاه من جديد فهمتيني. نرجعوا لكم بعد. Plein de bonheur, plein de gentillesse pour les décennies à venir. Alors en 5 minutes on passe ça. شوي؟ كنت غنجي عندك البارح. Les filles, ça reste honneur, je vais juste voir qui c'est. On passe à table tout de suite. Je vous retrouve tout de suite. Installez-vous. زول كنت
فهمتي غادي Oh, Jackie, bonsoir, comment vas-tu? Ça va, ouais. Très bien, rentre, je t'en prie, viens te joindre à nous. Non, mais je ne vais pas vous déranger. Mais tu nous déranges pas, il y a des invités, il y a du monde, il y a à manger, période de fête. Allez, viens t'amuser avec nous, viens. نجيب لك هي على الماك حيد غير حيد مرت اختي ما بان ليا والو Megan. Bonsoir. Bonsoir, Jackie. Ça va? Il n'y en a pas une qui pourrait m'aider, là, j'ai tous les cadeaux dans ma voiture. Oui, je peux t'aider. Je te présente mes sœurs, Lubna, Briem. Régis. فبطبيعة الحال بعد ما عطى هذا الاعتراف يعني شامل، بالتالي يعني ما بقاتش عنده شي اشياء اللي يخبي، فطلب منه يعني فين كاين هذا العرض كريم، هذا السكين اللي تستعمل وهذا لابومب لاكريموجين وهاد اشياء، فقال ان هذيك الاشياء موجوده نيت في ذاك الفندق. فتكون واحد الفريق اخر كيترأسو السي مصطفى كابيش انذاك اللي كان هو الجوان ديالي في فرقه محاربه العصابات، برفقه عناصر اخرى، تم يعني بواحد الشكل يعني بالتعاون معه هو مع هذا الاجنبي الفرنسي، انتقلوا معه من جديد، فبين فين هي كاين داك، فتم حجز داك السكين، فداك السكين اللي استعمل هو مخبيه في واحد البلاصه اخرى ماشي في المطبخ، فجبد هذاك السكين يعني تقريبا ياخذ واحد 40 سنتيمتر يعني تقريبا في سميتو في الحجم. كذلك سولنا على الاماكن اللي تيبقاو عنده في دوك المجلات وداك الشيء، فتمكنوا كذلك في لقاو ديك المجله نتاع باري ماتش، وطبعا حجزت عنده تحت الاشاره ديالو، تلقات فعلا ان ديك الصفحه 36 يعني مخوذه منها وفيها فاش دار داك السكين. دونك تحجزات كذلك بحال واحد الجريده اللي تتخصها واحد الورقه رقم 36 اللي تم العثور ديالها والحجز ديالها في مكان فين وقعت هذه الجريمه، في هذا الدار نتاع هذا الالماني.
فهذا العنصر ثم عطانا فين كاين هذاك ليزار نتاع الثوب اللي قطع منه ذاك الطرف نتاع ذاك الثوب اللي دار فيه ديك الحديده ذاك المطرك اللي استعمل في ذاك الضرب. فكان عندنا عاوتاني كذلك ذاك ليزار وكينقصوا ذاك الطرف بالضبط اللي تم الحجز ديالو في عين المكان تما. يعني ملي كتلاقيهم كيولي يزار واحد في الابيض، بالتالي كيبين فيه بانه سميتو. فكذلك تسول على هذيك القضيه نتاع ديك لا بومب لا كريمونجين اللي استعمل بعدا شنو علاش عنده علاش استعملها واش راها. قال لك اودي هذيك لا بومب هي في الحقيقه عندي ماشي غير وحدات، يكونوا عندي البعض لانه كنستعملهم لانه ديك المحميه عندي فيها الخنزير، وذاك الخنزير باش كيمكن ليه يدير ليه ديك لا كاستراسيون لانه كيستعمل ديك لا بومب لا كريموجين باش كينوم داك الخنزير باش كيخصيه، لانه ملي كيتخصى يعني كياخذ واحد الحجم اخر وواحد سميتو. حنا في 1985 واخا هكاك البحث والاستجواب مع المتهم استعملت فيه آلة التسجيل الصوتي اللي نقلت تفاصيل الوقائع ومستوى المبارزة بين المحقق سي العموري رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية مراكش وجاكي. Jusque-là, nous sommes d'accord. Maintenant, je voudrais poser une seule question et on reprend depuis le début. Je pense que tu es relaxé maintenant, non? Oui. Tu es libéré. J'avais raison lorsque je vous ai dit, en libérant votre conscience, vous allez libérer vous-même et tout le reste. يمكنناش نتحدثوا على اننا امام واحد الشخص اللي يمكن الحوار معه يتم بواحد السهوله معينه. نحن امام شخص مريض من الناحيه النفسيه، نحن امام شخص ارتكب واحد الجريمه كبيره يعني فيها واحد درجه الخطوره معينه، وبالتالي فان الشخصيه ديال هاد الناس عندهم واحد لي تريت كاركتير معينين. بالتالي نحن يمكن ان نؤكد اننا امام واحد المحقق على درجه عاليه من الذكاء، على درجه عاليه من يعني التمكن من التقنيات ديال الاستجواب واللونتروفي مع هذا النوع من الاشخاص، بحيث ان كنعرفوا من لي تري الكاركتير ولا السمات الاساسيه لشخصيات هذا ما يسمى بالبسيكوبات هو انهم كيبغيو مانيبيليو لوطر، يعني كيبغي هو يكون يسيطر على الحوار. بالتالي فان المحقق كان اذكى منه ورمى ليه في البدايه واحد العباره اللي هي اساسيه وكور ديال لونتروفي كيشكر المحققين على حسن المعامله، على الطريقه اللي كيحاوروه، كيفاش قالوا له كون مرتاح وهضر معنا حنا غادي نساعدوك الى اخره. يقول ليه المحقق انني انا منذ البدايه عرفت انني امام انوما كاركتير، وبالتالي فهذه غادي تعطيه واحد الديناميه نفسيه وغادي يبقى يتحدث بواحد النوع من الاحساس بالقيمه ديالو، بالاحساس بالشخصيه ديالو. جاكي اللي وصفاته النفسيه بانه بسيكوبات كان كيعيش مزيان كانسان طبيعي وكان مستثمر متوسط، وكان معمر وقته بالرياضه يوميا والصيد، ومره كيمشي لمراكش عند صاحبه بيرك ماير اللي كانت شخصيته قويه وكيعيش في رفاهيه كبيره. الحديث ديالو على تفاصيل الجريمه بكل البشاعه ديالها كيهضر بواحد الهدوء واحد الاسترخاء، ربما كيثير انتباه الطرف الاخر اللي كيسمع ليه، بحيث كيعطيك انطباع انك تصنت لواحد الشخص اللي هو عنده رغبه انه يعترف، عنده رغبه انه يتحدث. ما كاينش هناك ما كنسميوه حنا بواحد اللغه علميه هذا الاحساس بالذنب. فوقاش كيبدو عليه الاثار ديال القلق ولا التوتر فاش كيسولوا المحقق على علاش قتلتي، شنو هو لو موبيل ديال لو كريم. Malheureusement, il y a un mais auquel vous devez trouver aussi une explication, une justification. Je vous promets que c'est vrai. Je vous écoute. Je n'ai pas de raison particulière d'avoir fait ça. هنا كنحسوا اننا امام شخص مجرم كيتبدل الايقاع الصوتي ديالو، كتبدل النبرات ديالو، كيولي كيهضر بواحد النوع من العنف، كنحسوا بنوع من التوتر. Trouver des circonstances atténuantes. Nous les trouverons pour vous. Monsieur. Ça, c'est une question, écoutez. Monsieur, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est une question qui regarde nous et la justice. Et tout ce temps que j'ai passé sur le lit à gamberger, à me dire mais quel con tu as été, mais qu'est-ce qui t'a pris d'avoir fait ça. كان دائما الضحيه ساكنه، هذا المجرم من الناحيه النفسيه الداخليه كيشكل له واحد يعني واحد العقده
داخليه. دائما هو وديك الرغبات ديالو باش يفرض الذات ديالو ويسيطر على الضحيه ما ممكنش، سواء في الغياب ديالها ولا في الحضور ديالها. ربما مواقف اجتماعيه بسيطه هنا نرجعوا لو ديكلونشور، ماشي بالضروره يكون واحد الصراع، واحد الدباز اللي دائما ديك السيناريوهات القديمه اللي واحد العراك ادى القتل الى اخره. ما كاينش علاقه هادئه، علاقه فيها احترام، فيها تبادل. بالعكس ان المجرم كان كيسدي واحد الخدمات مهمه للضحيه وعن طيب خاطر بدون ما يكون مجبر انه يقوم بهذه المسائل، ولكن دائما كان عنده ديك الحياه الداخليه اللي كيعيش بها، اللي فيها اضطراب، فيها قلق، فيها دائما الاخر خلق له مشكله. الفرنسي يعني كان تيقول، يعني كيصرح لي مرارا في الكلام ديالو، كيقول لي يا ودي دائما يعني هاد صديقي هاد الالماني يعني لا في اللباس ملي كيلبس واحد الكرافات دائما يقول لي يا ودي هاد الكرافات ما جاتش مع هاد الكوستيم اللي لابس. يعني اي حاجه تيقول لي يا ودي كنعطيه كذا بحال تيقلل مني. يعني هو كيظهر دائما هو بواحد المظهر نتاع الرقي وبانه الذوق ديالو سليم، وانا دائما تيوجه لي بعض الملاحظات اللي كتبان لي فيها بحال لانه كيقلل من ما سميتو، يعني كيعتبر بحال واحد لا سوز استيماسيون. ونفس السؤال ألقي أثناء المحاكمة، فأعطى مبررا آخر، قال أنه لما حضر لزيارة الضحية في آخر زيارة له ووجد عنده صديقته بدأ يمزح ويذكر اسم زوجته أي زوجة المتهم بكلام لم يبينه. والأكثر من هذا أضاف على أنه بدأ يسخر منه ويقول أمام صديقته المغربية أن زوجة المتهم جاني جميلة، لذلك فإن هذه السخرية حزت في نفسه وزادت من بغضه وكرهه للضحية. هاد لي بسيكوبات دائما كتكون علاقتهم مع العلاقات الاجتماعيه اللي كيربطوها ما كيربطوهاش مع ناس عاديين، لانه هاد الشخصيه المرضيه كتكون عندها واحد النوع من السمات ديال كيف ما قلنا ديال جنون عظمه. هادو ناس كيبغيو يكونوا دائما عندهم واحد القوه، واحد القدره، واحد السياده في المجتمع، كيبغيو يسيطروا على الاشخاص اللي كيحيطوا بهم، كيبغيو يكونوا هما بارزين. المشكل الاساسي اللي هو لا فيكتيم من منظور دائما المجرم كيفاش ما قدرش يسيطر على هاد الضحيه على المستوى الاجتماعي. الضحيه عندها واحد النجاح باهر على المستوى المهني، على المستوى الشخصي، على المستوى العلائقي، على المستوى حتى العلاقات الوجدانيه والعاطفيه. المسار ديال الضحيه ماشي هو مسار المجرم. اذا هنا كان ديك الثنائيه ديال التجاذب التنافر. الشخصيه اللي كانت كتجذب الضحيه اللي كانت كتجذب المجرم غادي تولي كينفر منها. علاش؟ لانها كتحق ما كتشفيلوش داك الرغبات الذاتيه ديالو اللي هو خصو يسيطر عليها. لان هنا غادي يفكر من الناحيه النفسيه دائما ومن الناحيه الداخليه، غيفكر في حل، ايجاد حل لهذا المشكل. كيف ما قلنا اي جريمه هي بمثابه حل المشكل، هنا غيقلب على واحد الحل. هذا الحل غيتم على المستوى الداخلي. اذا هو القضاء على هاد لا فيكتيم. اذا هاد لا فيكتيم اللي ما غيمكنناش تخضع علينا في الواقع، ما يمكنناش نسيطروا عليها، غادي نحاولوا نسيطروا عليها في واحد الفعل اللي هو بشع اللي هو القتل. ما تعرفش او ما تفهمش سبب قيام جاكي بقتل صاحبه الالماني، ولكن علاش قتل الخواتات المغربيات؟ ملي هزيت عينيا تيبان لي داك السرجم، انا في الجردة اللي فيها ظلام، ولكن الضو شاعل في وسط ديك الغرفه تيبانوا لي 3 البنات. فانا اعتقد ان دوك البنات شافوني مزيان، فكان لابد انني نصفي هذوك البنات. القتل ديال الفتيات ما كانش في اعتقادنا وفي تحليلنا الصيروره ديال الجريمه ما كانش قتل بالخطا او باش ينفي الاثار ديال اي شهود. بالعكس، لانه قتل 2 الفتيات وخلى الفتاه الثالثه ما قتلهاش. كان مجرم اخر اللي عنده هذا الخوف وهذا الهلع والهاجس من انه يخلي واحد الاثار، كان غيبات ديك الليله في ديك الدار تيلقى، لان الدار مسدوده. اذا كان غيلقى البنت اللي هي الاخت الصغرى ديالهم. هو ما دارش واحد المجهود كبير، قال طلعت وقلبت اون هو لا ماتراك مشات ليه اللي هي اداه الجريمه، ما لقاهاش، صافي انتهت
انتهت الحادث، انتهت لاسين. اخر حاجه يعني اللي بقى في واحد في هذه القضيه هذه هي ان الزوجه ديالو اللي جات تطلب باش دير واحد المقابله عاود من جديد، انت تقول لها ودي بانه ما يمكنش ان الزوج ديالها يرتكب شي فعل بحال هذه الافعال. يعني فقالت لي ما يمكنش نثيق تماما بسميتو، فقالت لي باش يمكن تكون عندي واحد القناعه بغيت نسمعها من فمو. فطبعا جبنا وقع واحد اللقاء، وقع حديث مع الزوجه ديالو اللي تيقول لها بانني راه ارتكبت هذا الفعل وكيفاش وهذا. فبقات يعني متاسفه كثيرا هذا الفعل ديالو. وكذا كان اخر حاجه اللي طلبت مني هي واحد السيجاره، فهمتيني، في الوقت اللي قال لها بنتي راه انا مرتكب هذا الفعل، فمديناها بواحد السيجاره وكان يعني كيبان لها بانها في واحد الحاله ماشي هي هذيك. المحاكمه ديالو شاعت اخبار انه هو اللي قتل واحد السائحه المانيه كانت نزلت في الفندق ديالو مع صديقها. Bonsoir. Bonsoir, monsieur et tout. Nous avons une réservation dans le Schneider. Schneider, voilà, effectivement. Votre passeport, monsieur. Oui, tout de suite. Tu donnes, chérie? Oui, ici. Vous voulez signer ici? Ici, un stylo. Voilà. Monsieur. Tenez. Merci, monsieur. 328. Troisième étage? Oui. D'accord, je vous remercie. Merci bien. Bonsoir. Merci, bonne soirée. شافها، تربط بها، وتكونت بيناتهم علاقه من وراء صديقها. Mais pourquoi t'es comme ça? Tu sais très bien pourquoi je suis comme ça, d'accord? Non, je sais pas. Et alors, avec l'autre personne là? De quoi tu me parles? Depuis qu'on arrive à... Non, avec l'autre personne et tout. Alors maintenant c'est bon, je m'en vais. Richard! Non! وكانت هذه العلاقه سبب خصام يومي بين الصديق وصديقته. ملي فقت من القلبه وبغات تمشي مع صديقها في حالهم، جاكي ما تتحملش انها تتخلى عليه فقتلها. قال لنا العساس بانه انا كنعس في هذيك الفيلا ديال هذاك الالماني، وفي الليل كنعس هنا على الطوموبيلات عند هذا الفرنسي، والصباح كنمشي هذيك الفيلا كنقزوا ليها الدراري او كنمشي ليها باش نعس عليها باش ما يدخلوش ليها الدراري. وهذا الالماني راه كيتهلا فيا مزيان، وكان سبق ليا كنت عطيته شي معلومات على هذا النصراني هذا الفرنسي، حيت كانت واحد الالمانيه هنا هي والصديق ديالها، كانت ماتت، وهذيك الموت ديالها انا اللي كنعرف هذيك الموت ديالها كيفاش دايره، وانا اللي كنت بلغت بها هذاك الالماني لان خفت من هذا الفرنسي، وكنت بلغت بها بانه هو الفرنسي هو اللي قتلها، ماوشي هذاك الصديق ديالها اللي جا معاه هو اللي قتلها، اللي كان تقدم للمحكمه. On va pas se disputer pour des... Ne me parle pas d'Eva. Tu n'aurais pas divorcé d'Eva, je crois qu'elle serait pas morte. Ouais. Ouais, c'est un peu de ta faute, ça. T'as décidé de me bousiller la soirée, toi. Non, non, non. Non, de te parler comme ça. Ton petit secret, là, ce que t'as dans la tête. Hein. Je sais exactement ce que c'est. La petite Allemande qui est venue en vacances l'autre jour avec son petit mec. Et tu l'as zigouillé, mec. Non. Si, tu l'as zigouillé. Arrête, je te dis arrête. Arrête. Je sais exactement à qui faire. Arrête. Tu vas tout foutre en l'air, arrête.
هذه الوقائع لا وجود لها سواء محضر الضابط القضائية أو محاضر التحقيق قاضي التحقيق أو محاضر جلسات المحاكمة. لا توجد أي إشارة لهذه الواقعة إطلاقا. بعيدا على صحة هذه الرواية أو عدم صحتها، حكمت المحكمة على جاكي في قضية قتل صاحبه الألماني والمغربية الخواتة بجوج بالإعدام. الله شاهد بلاتي الله يرحم والديك، الله شاهد. ما نقول لكم العنف ما كانش، العنف كيتمارس ما كانش، راه احيانا كان ادله الاثبات اللي هي اكثر من العنف. اش خطات لنا العنف الا ولات عندك الروايه درت هكا دار لي هكا، درت هكا دار لي هكا، ولكن ادله الاثبات هي الوصول الى الشيء. رغم انني شارف وما بقى فيا ما يدار، ولكن عدت الى شبابي الوقت اللي كتطرحوا عليا هذه الاسئله، راه كنتفكر داك الشيء اللي دوزت، والحمد لله. واقول هذا ليس نفاقا، لانه ما عندي لاش ننافقونا في هذا العمر. والله العظيم الا كنفتخر انه طيله المده اللي خدمت عمرني ما كان عقل على راسي كانت شي جنايات قتل، وخصوصا الجنايات اللي دازوا في مراكش تقريبا كلهم دوزهم. عمرني ما كان عقل على راسي مات شي واحد وما كان هو با وهو خويا وهو المبتغى ديالي حتى كنوصل للنتيجه.